اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه. والمطلوب تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها، ويلا جهزوا نفسكم لان محافظتنا النهارده موجوده في جنوب الصعيد، بتبعد عن العاصمه بحوالي 600 كيلومتر، يعني رحله طويله شويه. مساحه محافظتنا اللي بنتكلم عنها النهارده 10798 كيلومتر مربع، موزعه على 10 مدن، 9 مراكز، 41 وحدة محلية. عدد السكان 3,393,352 نسمة. تعددت المسميات اللي أطلقت على محافظتنا نظرا لأهميتها الاستراتيجية عبر العصور والأزمنة المختلفة. ففي العصور المصرية القديمة كانت تسمى شابات، أما بقى في العصور الإغريقية فكان بيطلق عليها اسم كينيو يوليس، وفي العصور الرومانية أطلق عليها اسم مكسيميات. أما في العصر القبطي فكانت بتسمى قونة أو كونة. وبعد الفتح الإسلامي تم إطلاق اسم إقلي على محافظتنا، ومع مرور الوقت تم تحريف الاسم إلى الاسم الحالي اللي احنا بنسأل عنه، وهي بتعني المحتضنة، أي المدينة التي احتضنت نهر النيل، وده نظرا لموقعها المتميز على أطراف نهر النيل. شعار محافظتنا اتغير أكتر من مرة، وآخرها كان في بداية عام 2000، وبيتكون الشعار الجديد من 3 رموز. أولا نهر النيل وهو شريان الحياة وبيرمز لوجود مساحات زراعية كبيرة في محافظتنا. 2 بوابة معبد دندرة وهي بتدل على وجود أماكن سياحية في المحافظة. 3 الترس وهو بيدل على المصانع الضخمة اللي موجودة في محافظتنا زي مصانع الألمنيوم والسكر والغزل والنسيج. في 3 مارس من كل عام بتحتفل محافظتنا بالعيد القومي ليها، وده ذكرى لتخليد الملحمة الوطنية اللي قام بيها أبناء محافظتنا ضد الحملة الفرنسية في منطقة بتسمى حاليا البارود بمركز قفط سنة 1799، واللي كبدت الحملة الفرنسية خسائر هائلة، ووصفت بأنها أشرس معركة مرت على الحملة الفرنسية أثناء وجودها لمصر. فقد دارت هذه المعركة في رحاب نهر النيل، حيث عودت الأسطول الفرنسي من جنوب مصر المكون من 12 سفينة، وبأثناء مرورهم على منطقة قفط هاجم المصريين الأسطول بما لديهم من أسلحة تقليدية، وقدروا إن هم يتمكنوا من قتل أكثر من 500 جندي فرنسي، وعلى رأسهم سفينة القيادة الخاصة بنابليون إيطاليا. أما بقى عن أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا فيمكن أهمها وأشهرها على الإطلاق إحدى رموز شعارها وهو معبد دندرة، واللي بيرجع تأسيسه إلى عهد أواخر الحكام البطالمة، وبيتميز هذه المعابد بسلامة الآثار اللي عمرها بيرجع إلى 2000 سنة، وبنلاقي النقوش اللي موجودة فيها بتنبض بحياة وبألوان زاهية ومذهلة. كمان هنلاقي من ضمن المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا معبد الحيطة، وهو إحدى المحطات الرومانية اللي كانت موجودة على الطريق القديم اللي بيربط محافظتنا بساحل البحر الأحمر. فقديما كانت بتوجد شبكة طرق بتخترق الصحراء الشرقية لتربط وادي النيل بمواني البحر الأحمر، وفي العصور الرومانية تم إنشاء سلسلة من المحطات لراحة وحراسة القوافل المر عبر الصحراء. معبد قوس وهو معبد بطلمي تم بناؤه على أطلال معبد مصري قديم. من أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا معبد سيتي الأول أو معبد أبيدوس الكبير. أبيدوس من أقدم مدن مصر القديمة، وقد كانت من أهم المواقع الدينية عند قدماء المصريين، وبيتكون موقع المدينة من عدة معابد، أهمها وأشهرها وأكبرها معبد سيتي الأول. كمان من أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا آثار نجا حمادي، واللي بتقع وسط قرية هو، واللي كانت بتعتبر عاصمة المقاطعة 7 من مقاطعات مصر العليا، وكان بيطلق عليها اسم حوت أو حوت سخم. ومع السلطان اليونانيين والرومانيين أثناء العصر اليوناني الروماني فتم إطلاق اسم تيوسيبوليس بارافا، وفي العصور القبطية تم إطلاق اسمه وظلت محتفظة بالاسم حتى العصر الإسلامي. وطبعا ما ينفعش نكون في محافظتنا وما نروحش نصلي ركعتين في سيدي عبد الرحيم الإناوي، إحدى المساجد اللي تم إنشائها في عصر الدولة الأيوبية في مصر، أو نروح نولع شمعة في دير الصليب والأنبا شنودة، وهو الدير الوحيد على اسم الصليب في مصر
والكنيسة التانية في العالم بعد كنيسة أورشليم القدس. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟